المتحف المصري الكبير أيقونة الحضارة وبوابة العبور للتاريخ. المتحف المصري الكبير مش مجرد مبنى ضخم، ده صرح ثقافي ومعماري استثنائي بيجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة وتطلعات مصر الحديثة. أكبر متحف في العالم بيحتوي على آثار نادرة وتاريخ وحضارة. من أول دخولك ليه هتحس إنك دخلت بوابة عبر الزمن، وهترجع بيك الأحداث لورا وهتشوف تاريخ مرسوم على الجدران وآثار وملامح أشخاص بنوا حضارة مصر واسمها لآلاف السنين. المتحف المصري الكبير اتعمل علشان يحقق أهداف مهمة زي توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية وإعادة إحياء الحرف والفنون التراثية من خلال صناعة وبيع المستنسخات الأثرية. ده غير إنه بيعرض الآثار بأحدث أساليب العرض المتحفية، وكمان بيقوم بالتوثيق الأثري وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها وصيانتها وكمان ترميمها. ومن أهم أهداف المتحف تنظيم معارض الآثار المؤقتة والدايمة، وكمان عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية وغيرها من الأنشطة. حصل المتحف المصري الكبير على الشهادة الدولية إيجي أدفانس كأول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط، وده بيرجع لترشيد الطاقة فيه واستخدام الطاقة النظيفة في أعمال البناء وأنظمة الإضاءة والتهوية الطبيعية. وبيعرض المتحف المصري الكبير مقتنيات الملك توت عنخ آمون اللي بيوصل عددها لأكثر من 5000 قطعة أثرية، ده غير التماثيل الضخمة زي تمثال الملك رمسيس الثاني اللي بيستقبلك في مدخل المتحف. وكمان بيعرض أكثر من 87 قطعة أثرية في الدرج العظيم، بالإضافة لقاعات عرض حديثة وكمان متحف الطفل، ده غير أماكن المطاعم والكافيهات والبازارات اللي موجودة في المتحف. والأجمل في المتحف إن إطلالته على الأهرامات بجانب الممشى الحديث المؤدي ليه. العالم كله في انتظار افتتاح كبير وعظيم يوم 1 نوفمبر يفوق موكب نقل المومياوات الملكية، واللي هيكون نقلة عظيمة في تاريخ مصر والمصريين. ربنا يحفظ بلدنا الحبيبة مصر ونشوفها دايما أم الدنيا وقد الدنيا. وما تنسوش تتابعونا في ضيافة علشان يوصل لكم كل ما هو جديد في عالم السياحة.